هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب هل ترانا نلتقي يا ربي فايف يا ربي فايف يا جماعة، هذه لها قصة، لها ايش؟ قصة. اللي حامل الكاميرا الحين صورني اسمه مصطفى درويش، خفيف الدم وحبيبنا، واللي مضيف حقيقة على يعني خلينا نقول العائلة تبعنا، عائلة التصوير جو رائع جدا. يعني ربي فايف انتوا عارفين احيانا يصير فيه زعل ويصير فيه خلينا نقول انزعاج احيانا في التصوير، يصير فيه ملل، المشهد ياخذ اكثر من حقه. فاخونا مصطفى هو ماسك الكاميرا يعني ثقيله عليه، فكان يدعي دائما يقول يا ربي فايف، يعني يا رب ايش؟ نبدا المشهد 4 5 او 5 4 2 5 4 2 3 اخوتنا 4 4 5 4 3 2 1 اكشن، ويا رب 5. يعطيكم العافيه، وان شاء الله تشوفونا في مسلسلات قادمه تليق ان شاء الله ب يعني مستوى قناه المجد. حبيبتنا كل سنه وانت طيب يا شيخ. وانت طيب حبيبي. مهما صار ومهما صرنا، مهما فيه يوم افترقنا، نبقى حنا قلب واحد، حب واخلص جمعنا. مهما